6 خطوات للمذاكرة هيسهلوا عليك حفظ واسترجاع أي معلومة في أي مجال ومهما كانت صعبة إن شاء الله. قبل أي حاجة الاستعانة بالله، لو هم أحدكم بإزالة جبل وهو واثق بالله لا أزاله. طيب إيه بقى الخطوات؟ رقم 1، رتب نفسك بأي طريقة، سواء جدول متسطر أو حتى كتابة الأفكار المهمة. المهم تكون عارف أنت هتعمل إيه وهتعمله إمتى وليه وهدفك إيه أصلا من كل ده. لازم تعرف إن ده مهم، لأن لو مشيت كده في الغالب مش هتعرف تلتزم قوي. لكن الجدول حتى لو ما التزمتش بيه بيحفزك إن وراك كذا ولازم تخلصه في الوقت الفلاني، ولو اتأخرت بترجع تلحق نفسك تاني. رقم 2، اقرأ الدرس المطلوب منك بتركيز وفهم أول مرة تسمع شرحه، سواء من محاضرة أو من حصة أو من أي مكان. أنا كانت مشكلتي إن أنا عايزة أول مرة قراية تبقى مذاكرة، وده غلط. اقرأ بس بفهم، مش قراية جرايد، لأن قراية جرايد دي بصراحة ملهاش أي مغزى. قراية بفهم، الفكرة بس إنك ما تحاولش تحفظ من أول مرة. رقم 3، بعد ما تخلص الشابتر ابدأ ذاكر بقى مذاكرة تجيب مثلا 60 70 80% من كل درس، مذاكرة يعني. رقم 4، حل أسئلة الامتحانات وشوف المهم والمواضيع بتيجي على هيئة أسئلة عاملة إزاي، إيه الحاجات المهمة وإيه الأسئلة اللي بتتسأل فيها. رقم 5، مع نهاية المنهج بقى أو قبل وقت الامتحان بمدة كافية اقرأ المنهج تاني، بس أنت هتكون دلوقتي فهمت وذاكرت وعرفت الأسئلة بتيجي إزاي، فتلقائيا هتعرف تذاكر إزاي، وطبعا هتعرف إيه الحاجات المهمة. لو عملت ده قبل الامتحان بمدة كافية، مراجعة قبل الامتحان هتكون سهلة ومش هتاخد وقت ولا توتر، وهتبقى المعلومات أصلا بقت جزء منك. طيب في دلوقتي نوعين من الطلبة، نوع هيشوف ان اللي قلته ده اوفر وصعب لانه عايز يلم المنهج ليله الامتحان. مفيش مشكله خالص، هعمل لك فيديو يناسبك، بس اعرف ان التعب طول السنه اكيد مش هيساوي تعب ليله الامتحان، سواء في الضغط النفسي او في النتيجه. في النهايه طبعا هي قدرات وارزاق، اكيد انت هتقدر على اي حاجه زي ما بنقول، بس تحطها في دماغك. لكن في حد عنده طاقه يسحل نفسه قبل الامتحان، وحد لازم يبدا من اول يوم وكل يوم. طيب في نوع تاني من الطلبة هيشوف انه ده صعب لان المنهج كبير جدا والوقت المتوفر صغير جدا. بس انا هقولك انك لو بدأت من اول السنة كل يوم لو ساعة واحدة بس هتقدر تعمل ده حتى لو في تلتين المنهج، لان اللي بتنجزه وقت الدراسة ومهما كان كميته قليلة بتوفر عليك مجهود كبير جدا قبل الامتحان. سادس حاجة واخيرا، كلنا بنزهق وبنمل وبنحتاج حاجة تشجعنا، سواء فيديو زي ده أو صديق إيجابي جدع أو خروجة نفصل بيها أو إنك تفتكر حتى أهدافك إيه فتحمس نفسك تاني وترجع تبدأ من جديد. فاعرف نفسك واعرف نفسك محتاجة إيه واعمله، لأن مهم إنك تستمر ومهما حصل ما تقفش. في بعض الكوتس أو المقتطفات أو المقولات اللي بتشجع الواحد، ودايما كنت بكتبها في الكتب المذاكرة بتاعتي، هسيبها لكم مكتوبة قدامكم دلوقتي. بس أهمها جملة إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن يكون اتنين، واحد بيذاكر من اول السنه وواحد بدأ يلم نفسه قبل الامتحان، بس اللي بيذاكر من اول السنه جه مثلا بعد شهر او 2 زهق ووقف خالص. حتى لو كان سبق اللي هيذاكر قبل الامتحان ده وما كملش، فاللي هيذاكر قبل الامتحان بمده كافيه ويلحق نفسه وينجز هيبقى احسن من اللي وقف، لان اللي وقف ده كأنه ما عملش حاجه خالص. يا رب يكون افدتكم، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه، ولو عوزتوا اي حاجه اكتبوا لي في كومنت وانا هرد عليها ان شاء الله. شكرا ليكم، سلام عليكم.